temporal lobe مسؤول عن الذاكرة والإحساس بالألفة. طيب بس شو علاقته بالديجافو؟ طيب رح أحكي لك شو العلاقة. أحيانا بصير لخبطة بين التخزين والإحساس بالألفة، فبتحس كأنك عشت هاللحظة من قبل. يعني كأنه عم بتقول إنه دماغي عم بيشتغل غلط شوي. فينا نقول هيك، بس هالشي بيخلي التجربة مرعبة وغريبة بنفس الوقت. مثال على كلامي، تفتح باب الغرفة وتحس إنك شايف كل شي من قبل، تسمع حدا عم بيقول جملة وتحس إنك سمعتها قبل دقايق أو حتى ساعات أو حتى سنين. يعني ممكن يكون مش بس خلل بالدماغ، بس في نظريات بتقول إنه ممكن تكون تلميحات من أو أحلامك، مستقبل محتمل عم ينعكس أو فجأة. نسخة تانية منك عايشة الله. وطبعا كل هاي نظريات وما أثبتوها العلماء. يعني ممكن عم بشوف حياتي قبل ما تصير. اللي أكيد إنه كل مرة بتحس فيها بالديجافو دماغك عم يلعب لعبة غريبة، ومش كل الناس قادرين يستوعبوها. صراحة راح أخاف منها بعد اليوم. ولهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو. لهيك حطوا اشتراك، تابعونا لحتى نكشف لكم أسرار ومعلومات أكتر.